ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تنوري ست الكل، متنسيش تعملي لايك وتنوريني وتشتركي في القناه وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى نزلت السوق، عايزه اقول لكم اتهلكت والشمس حر، حتى ما غيرتش لسه. نزلت بقى السوق على الزحمه، على الزحمه، زحمه 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 زحمه. عايزه اقول لكم زحمه دي مليون سنه. عشان طبعا بقى العيد، كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليك يا رب الايام بخير يا رب، عليكم وعلينا وعلى الناس كلها. جبت بقى حاجات عشان طبعا هنقعد كتير. ننزل مش هننزل السوق علشان خاطر الناس بتبقى ايه قافله. فانا جبت ايه حبه حاجات كده، قلت ايه لازم ايه هوريكم حاجات. وفي يعني انا جايبه توم وهخزنه، بس يعني ده هيبقى في فيديو تاني ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر. ان انا جايه من السوق فمش هينفع في مره اوريكم ادي المشتريات ادي الحاجه اللي انا جبتها، لكن التوم ان انا هعمله في فيديو واحد مع الحاجه دي مش هينفع. ماشي. فالمهم فطرنا، وبعد ما فطرنا مسكت خدت بعضي ونزلنا السوق، وقلت ايه اروح اجيب طماطم وبطاطس وبصل وايه تاني وتوم، وجبت شويه توابل. بص انا جبت الاول ايه، واقول لكم برضك على الاسعار. جبت هنا 3 كيلو بطاطس. البطاطس كانت ب10 جنيه بقت ب12 ونص. بصي بيحبوا يستغلوا جامد قوي عشان دخلت العيدين فعمالين يغلوا. الطماطم كانت ب5 جنيه بعد ما كانت ب20 وبحاجه و20. الطماطم نزلت وبقت 5 جنيه. معقوله ب5 جنيه؟ ايوه ب5 جنيه. بس جوزي ما كانش لسه قبض، ما كنتش عارفه اشتري حاجه لسه. ماشي. لقيتها بقى بكام؟ بقى لقيتها ب10 جنيه. قلت ماشي تمام. ماشي. الاول قلت ايه، عايزه اجرب المكرونه الاسباجيتي السايبه، وهبقى اقول لكم عليها لو جربتها حلوه. فكتير قالوا لي ايه هاتي المكرونه السايبه، احسن كيلو، لكن الكياس ما بيبقاش كيلو بالظبط. ماشي. وقلت لكم جبت بطاطس، وجبت هنا جبت بصل. البصل فيه ب 13، بصوا فيه ب 13 ونص وفيه ب 17 ونص. ايه الفرق؟ يعني البصله بتبقى اكترتها كلها. بصوا استنى هوريكم زي بصله، يعني البصله بتبقى وسط زي كده. فطبعا اكترة البصل انا جايباها بقى في كبير، بس بصوا بيبقى ايه مفرق. فاهمين يعني قصدي؟ بيبقى مفرق كده. فده الفرق بقى لما هتلاقي بقى البصلايه سليمه وكويسه، يعني مش بايظه. بس بصوا ديت ده عشان ب 13 ونص، لكن التاني ما بيبقاش فيها العوجه دي. مش بتبقى باتنين كده. شكله مختلف. فاهمين؟ بس وجبت كام بصلايه كده برضو صغيرين عشان بحتاجهم. يعني كام واحده؟ يجي نص كيلو كده لوحده بصل مش صغير للشوربه بقى ان شاء الله لما نيجي نفطر. عاوزناها كده جنب فول. ماشي. ما رنجه ولا فسيخ ولا الكلام ده لا، لسه بعد ما نفطر برضك عشان مش عندنا لسه في السيوم. ماشي. افتح لمريم يا مينا، مريم كانت في رحله ولسه جايه. ماشي. فهنا انا جبت ايه، في شنطه تحت رجلها مش قادره اشيلها اهي. دي 4 واللي تحت رجلي دي 3. ماشي. الحمد لله على السلامه. مريم كانت في رحله، وان شاء الله لو مصوره حاجه بقى انزلها لكم. وجبت بصوا الطماطم، جبت برضو جيت اوزن كده، جايبه قدها برضو تاني. لقيتها بيقول لي ايه كام يا ربي 7 كيلو. وبكام الطماطم؟ ب10 جنيه. عرفتكم بقى كده. هنا الطماطم ب10، الطماطم ب10. وجبت لي هنا 7 كيلو. وجبت بصل ب 13 ونص والبطاطس ب 13 ونص. تمام. جبت توم. ثواني يا مريم. جبت توم وجبت اللي انا جبته. بصوا من هنا عامل ازاي، هو حلو من هنا بس مش كبير كله زي كده. بعد ما طلعت قدام وانا ماشيه لقيته اكبر من كده، ولقيت اللي هي العروش بتاعته، العروق دي بتاعته اخضر. فانا كنت عايزه استخدمها، يعني انا كده هضطر ارميها عشان بصوا مش حلو. انا بقى كنت عايزه اعمل حاجه، كنت عايزه اعمل الاخضر ده، واخد الاخضر كده نضيف من جوه واضربه. كنت في كبه وبحطه في الفريزر مع شويه زيت كده وشويه خل، وبضربه كده في الخلاط واحطه في الفريزر بخزنه. ده ليه بقى؟ كانت زي هريسه كده. حلو كلام.
والقشر بنقشره وبناخد اللي هو الطري قوي ده، وبنحطه في الفرن وبيطلع معاكم بصل بودر تحفه. ماشي، فكده مش هعرف اعمل الكلام ده، بس ممكن اعمل بصل بودر، لكن الهريسه مش هينفع. لو وصلتي هنا يا قلب اختك لحد هنا اعملي لايك، وما تنسينيش في لايك يا قلب اختك. جبت كيلو دقيق عشان النهارده عايزه اعمل مكرونه سباكيتي، وهعمل حمر جنبها بطاطس بانيه. تمام. الملح يا جماعه مش بيملح خالص، فلما لقيت الملح مش مالحه فقلت له ايه الكيس الصغير ب 2 جنيه، فقلت له معلش طب الملح ده ما بيملحش، ده انا حطيت ربع الكيس ما بيملحش. فقال لي طب انا هديك حاجه، النور اسمه النور. تمام، ملح النور. قال لي انا هديهولك وتمام وجربيه، قلت له ماشي اديني هجربه. ده الكيس ده يا جماعه ب5 جنيه. ماشي، وجبت كيس خميره. لو عملت سلابيا هوريها لكم، ما انتوا اخواتي بقى لازم اوريكم كل حاجه طبعا. بس وجبت كركم وكاري وفلفل اسود و7 بهارات، وجبت كمون. بس هنا كده بقى كده خلصنا، ووريتكم الطماطم والبصل بطاطس والمكرونه والثوم. بس كده ايه، ما جبت الحاجات ديت عشان انا افوق، انا بشيل هم الحاجات دي اساسيات البيت. البطاطس ممكن في مره اعمل بطاطس بالطماطم، ممكن بطاطس مكعبات كده كأنها طبيخ، ممكن بطاطس مهروسه، يعني على حسب. الطماطم بقى هتنفعني ان شاء الله يعني. ربنا يقف معانا كلنا كده ويبارك في كل حاجه احنا بنعملها وبنتعب فيها. اكل بقى بتخزنيه، تعب في السوق مطرح ما بتروحي، فربنا يقدرنا على تعبنا اللي احنا بنتعبه والله العظيم. عايزه اقول لكم ايدي دي جايه متدمره، ايدي مش قادره، وايدي كانت بترعش جامد. المهم جبت الطماطم بمسكها بغسلها جامد قوي، وبعد ما بغسلها هحطها في الفريزر زي ما هي كده. ارجع بعد ما اغسلها احطها في الفريزر في كيس تاني. هتقولي لي خزنيها يا دودي وحطيها في اكياس، لا مش حابه كده يا جماعه، انتوا بقى جربوا على ضمانتي انا. امسكوا الطماطم اغسلوها جامد قوي، بعد ما تغسلوها صفوها جامد وحطوها في الكيس تاني وشيلوها في الفريزر. وقت ما تحبي يا ستي الكل تاخدي الطماطم، شوفي تاخدي قد ايه، حطيه في الخليط تسيبيه تسيح شويه. لو انت مستعجله في حله صغنونه كده وشويه ميه وخليها تغلي، مفيش ثانيه كام ثانيه كده لا فاكت وقت تمام. ماشي، فكنت حابه اشارككم النهارده واوريكم انا جبت ايه وعملت ايه، وان شاء الله باذنك يا رب لما اجي اعمل مش قادره اخد نفسي والله. مينا انا ابتدي تعصبني انت كده، عمال ينرفز في اخته واخته لسه جايه من الرحله. المهم لما اجي اعمل التوم باذنك يا رب ان شاء الله عايزه افرزه. عندي في الفريزر على فكره، عندي 2 كيلو في الفريزر، فانا كنت حابه عايزه احطه كده في البلكونه. بالله عليكم كده اكتبوا لي في الكومنتات افرزه احسن، وانا كده عندي في الفريزر وعايزه اشوف البلكونه اعمل ايه، مش عارفه محتاره. ماشي، يا رب الفيديو يكون حلو وخفيف عليكم كده، وبشكر الناس اللي دايما بتقف جنبي وفي ظهري. دودي كملي ما شاء الله عليك يا دودي، انت بتعملي حاجات جميله. انا بحب كلامكم كده وبحب تشجيعاتكم ليا. يا رب دايما كده مع بعضينا. وطبعا الواحد ما بيكبرش كده لوحده، لا طبعا. حب الناس هي اللي بتخلي الواحد يبقى مشهور او مش مشهور. حب الناس حتى لو حواليك، حتى لو انت مش عندك قناه، معاملتك مع الناس تحبك، معاملتك مع الناس هي اللي تخليك تكرهك، او على حسب كل واحد وليه طبعه ان الشخصيه دي انا احبها او اكرهها. فربنا يجعلنا من الناس اللي بتحبنا وبنحبهم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والمشتريات بسيطه بس عشان احنا صايمين، فكنت كمان لسه عايزه اجيب حاجات، لقيت الدنيا تقيله عليا قوي مش هينفع، قلت ابقى اخليها في مره تانية. كنت عايزه اجيب بسله وجزر وافرزه، فهنشوف كده باذن الله. لو جبت اسمه ايه بسله هنعمل مع بعضينا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذنك يا رب. وما تنسوش اللايك، اشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتيش يا ست الكل، وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. عايزه اقول لكم ركبنا دي بقى جديده، ماشي، وركبنا دي جديده، ماشي. بصورها لكم، جيت لقيتها مغرقه الدنيا والبتاع ديت مكسوره،
وديت بسبب دي كانت مكسوره فركبناها. بصوا طبعا عندي مواعين لسه هصبنها، فانا قلت ايه ده كنت انا لازم اوريها لكم عشان ما بخبيش على اخواتي حاجه. بصوا عجبتني قوي. مين رايح جاي عمال يلعب بيها. بصوا عامله زي الدوش عشان تشطف مثلا الحوض ولا حاجه. وديت ايه بصوا زي هنا كبس كده تعمل الحركه دي كده بس. وبرضك صلحت ديت كانت برضك بايظه. بس انا بتضايق بقى لما تكون حاجه مختلفه عن حاجه. انا عايزه دي تبقى دي زي شبه دي. لقيته مضايقه اول لما لقيت السباك عامل كده بس. ودي بقى بصوا زي ما انتم شايفين كده. قولوا لي ايه بقى رايكم. من هنا كده ومن هنا كده. بصوا من هنا كده اهي اللي عامله زي الدش هنا، والتانيه الميه عاديه من هنا. على فكره ديت بتنزل ميه صافيه على فكره.